المرة اللي فاتت احنا ما خدناش غير معلومة واحدة بس، دي اللي احنا قعدنا شغالين عليها طول الوقت. المعلومة كانت بتقول لك ايه؟ اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت ان انت لو عندك شكل تراينجل بالمنظر ده، ادي عندك شكل تراينجل، فانت عارف ان لو جمعت كل الانجلز اللي عندك هتديك كام؟ لو قلت انجل A بلس انجل B بلس انجل C، انت متأكد ان هي تطلع ب 180، صح كده؟ احنا النهارده جايين نقول معلومة شبهها بالظبط، وهي ان انت لو عندك اي شكل بيتكون من 4 sides، تراينجل بيتكون من 3 sides بس، لا انت عندك اي شكل بيتكون من 4 sides ايا كان هو عامل ازاي. حاجه مثلا عامله كده 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 مثلا، اي شكل انت مش عارفه، المهم ان انت رحت عديت السايدز بتاعته لقيتهم 4، 1 2 3 4، فالشكل اللي قدامك ده هو بيتكون من 4 sides. طيب انا بقى استفيد ايه؟ قال لك نفس اللي انت قلته على التراينجل. انت قلت ان التراينجل لو جمعت كل الانجلز يديني 180، هنا هعمل نفس الكلام، ادي انجل A B C D، بس المره دي موضوع مختلف سنه، ان انت لو جمعت ال A بلس ال B بلس ال C بلس ال D يديك 360. هي دي القصه. فانت دلوقتي المفروض ان انت عرفت معلومه جديده. انت كنت لحد المره اللي فاتت عارف ان اي ترينجل تجمع السايدز اللي فيه يديك 180. النهارده انت عرفت ان اي شكل بيتكون من 4 سايدز لو جمعت كل الانجلز بتاعتهم يديك 360. تمام؟ طيب ازاي اقدر استفيد من المعلومه دي؟ بنفس الطريقه اللي استفدت بيها الترينجل، ان انا هديك 2 انجلز واطلب منك الثالثه بس. ده اللي احنا هنقعد نعمله. يعني مثلا تعالى هنا، اكيد هنستخدم الباراليل والحاجات اللي احنا عارفينها من قبل كده، بس تعالى هنا مثلا، انا لو عندي الشكل ده طلبت منك انجل اكس، اتفقت معاكم المره اللي فاتت ان انت لما تشوف شكل زي ده او رسمه زي دي مالكش دعوه هو عايز منك ايه، ما تهتمش هو طالب منك ايه. كل اللي انا طالبه منك انك تبص على الرسمه وتجيب كل حاجه انت عارفها، اي حاجه انت عارفها حتى لو انت حاسسها هبله او مش هتفيدك في الحل اكتبها، لان هي ممكن تبقى المعلومه اللي ناقصه. فاي حاجه انت عارفها قولها، اي حاجه انت عارفها قولها. خليني طيب اساعدكم في حاجه كمان. انا قلت لك لما تشوف رسمه زي دي روح هات كل حاجه انت عارفها. في معلومه انا عايز اقول لك عليها، ايه؟ ان الراجل لو اداك باراليل في السؤال فده انت لازم تستفيد منه في ان انت تجيب انجل، ملهاش حل. اي سؤال انت حليته كان فيه باراليل فده انت استخدمته عشان تجيب انجل. يا اما قلت انجل ايكوال انجل بحرف الزد، يا اما قلت ان هي ايكوال بحرف الاف، يا اما قلت ان مجموع الانجل دي بلس دي 180. بس لازم تكون استخدمت الانجل ده لان هو الراجل مديهولك مخصوص عشان تجيب منه انجل. فانا لما ابص الاقي ان الاي اي باراليل للبي سي ما ينفعش ان انا افضل قاعد ومش عارف هعمل ايه او مش عارف هبدا منين. انت لقيت باراليل روح دور على اي حاجه من الحاجات دي، روح دور على الزد، روح دور على الاف، روح دور على ان هم يبقوا على شكل يو او سي عشان تجيب انجل ايكوال انجل، ده هيساعدك في الحل. ها حد يقدر يوصل لان في اي انجل ايكوال انجل تانية؟ اعتقد ان هي مش محتاجه كل التفكير ده لان انت عندك حرف الاف باين، صح ولا انا ممكن غلط ولا ايه؟ يا جماعه قلت لكم حرف الاف ازاي عشان تعرف الاف بسهوله. يعني ازاي ببص على الرسمه اقدر القط الاف بمنتهى السهوله اللي في الدنيا. انا شفت ان الاي اي
بارل مع البي سي. ركزوا معايا، شفت ان الاي اي بارل مع البي سي. حلو حلو. بص، ده بارل مع ده، ماشي. هتلاقي ان البي سي ده ماسك في اللاين ده، الاي اي ماسك في نفس اللاين. انا عايزك تركز لي بقى على الحته دي، ان الانجل اللي ما بين اللاين ده والخط اللي هو الباراليل هي اللي ايكوال الناحيه الثانيه، اللي ما بين الخط ده واللاين الباراليل هي دي. فتبقى دي هي الايكوال دي على طول من غير ما تفكر كتير. اتمنى تبقوا فهمتوا، او تجيبها من حرف الاف. ادي حرف الاف قدامك اهو، فيبقى اللي تحت مع اللي تحت. فدي 72. خلاص دي بقت سهله جدا. دي بكام؟ دي ب 72. هل اقدر اوصل للانجل دي؟ اعتقد من اللي خدته النهارده انت لازم تبقى بتعرف توصل لها، لان انت لو بصيت على الشكل ده، خلينا نبص على الشكل ده اكتر. لو جيت عديت السايد هلاقي دي السايد 1 2 3 4. يبقى الشكل ده متكون من كام سايد؟ معنى كده ان انا لو جمعت كل الانجلز اللي فيه يديني كام؟ 360. بالظبط. فلو انا سميت دي واي مثلا، اي حاجه سميتها واي، فانا عارف ان واي بلس 125 بلس 120 بلس 72، الكلام ده كله ايكوال كام؟ ايكوال 360. اجمع بقى 125 بلس ال 120 بلس ال 72، يطلع معاك كل ده بكام؟ 317 ايكوال 360. انا عايز اجيب الواي، يبقى 360 ماينس ال 317، يطلع الواي بكام؟ 43. تطلع الواي ب 43. خلاص انت كده وصلت ان الانجل دي ب 43. هو مش عايز الانجل دي في الحقيقه، هو عايز انجل اكس. اعتقد كده بقى الموضوع بقى اسهل بكتير، ولا ايه؟ لان دي بقت ستريت انجل. انجل فكل حاجة ب 180. بالظبط كده. دي كده بقت ستريت انجل، فكل حاجه ب 180. فيبقى ال 72 بلس ال 43 بلس الاكس بكام؟ 180. اكس بلس 72 بلس ال 43 ايكوال 180. يعني الاكس بلس 72 43 كام؟ 115 ايكوال 180. عايزك تاخد ال 115 تعملها ماينس ال 180، توديها الناحيه الثانيه بالماينس 65. تطلع الاكس بكام؟ 60. يبقى هي دي الانجل اللي هو عايزها. يبقى انا تاني بدات السؤال منين؟ بدات السؤال من البارلل. انا قفشت ده بارلل ده، ادام قفشت ده بارلل ده ما ينفعش تقعد فاضي، لازم تدور على انجل ايكوال الثانيه. دور على حرف من الحروف اللي انت عارفها. لقيت حرف الاف فعرفت ان ده قد ده، خلاص كده. لقيت ان الشكل ده بيتكون من 4 سايدز، فلو جمعت كل الانجلز يديني 360. جبت دي. طب ما كل دول ب 180، انا معايا دي ومعايا دي، اعرف اجيب الاكس بمنتهى السهوله اللي في الدنيا. في مشكله؟ خش على اللي بعده. ده اسهل شويه. عايزين نجيب الاكس. زي ما قلت لك ما تفكرش، روح هات كل حاجه انت تعرف تجيبها. triangle اسمه اسمه BCA. بي سي اي، اللي هو الجزء ده. ما عنديش مشكله، تمام. فممكن نجيب الانجل اللي ناقصة، اللي هي اسمها عارفين اللي هي C، اللي هي الانجل BCA. انجل بي سي اي. اتفقنا دايما ان الفيرتكس بتبقى في النص، فبي سي اي او اي سي بي، صح؟ دي الحته دي. ماشي، عايزين نجيبها. تبقى على طول 180 ماينس ال 50 بلس ال 70، صح كده؟ تطلع معايا بكام؟
60. 60. تطلع معايا دي 60. ها حاجه تانية انا اعرف اعملها؟ مش عارف. ليه مش عارفه ليه؟ أنا بفكر. ما هقولك على حاجه سهله. مش ال AD ده straight line اه. وال BF ده straight line، اه. يبقى دي بالظبط دي ودي مالهم equal vertically opposite angle. يعني دي بكام؟ 60 برضه. كده السؤال اتحل ولا ما اتحلش؟ خلاص بقى انت بقى معاك ال 60 بلس ال 130 بلس ال 85 بلس الاكس، كل الكلام ده بكام؟ 360. تعرف تجيب الاكس بمنتهى السهوله اللي في الدنيا. خش على اللي بعده. طيب في الحقيقه الاشكال اللي بتتكون من فور سايدز كتيره، زي مثلا الترابيزيوم، زي الباراليلوجرام، زي الريكتانجل، زي السكوير، زي الرومبس. هل انتوا خدتوا اي شكل من الاشكال اللي انا قلتها دي دلوقتي؟ اكيد بعيد عن الريكتانجل والسكوير. احنا عارفين كلهم. طيب احنا اصلا المفروض بقى ان احنا النهارده هناخد الترابيزيوم والباراليلوجرام، والمره الجايه هناخد الريكتانجل، السكوير، الرومبس. هم اصلا موجودين على درسين، ده الدرس بتاع النهارده وده الدرس بتاع المره الجايه. بس هو بدأ الموضوع بان هو بيتكلم في العموم ان اي شكل بيتكون من فور سايدز، فده لو جمعت الانجلز بتاعته يديني 360 في العموم. بعد كده بقى نبدأ ان احنا نقسم الاشكال للترابيزيوم، الباراليلوجرام، ريكتانجل، سكوير، رومبس. هناخد النهارده الترابيزيوم والباراليلوجرام، والمره الجايه الريكتانجل والسكوير والرومبس. تعالى على الترابيزيوم. ده شكل الترابيزيوم، موضوع فيه بسيط، هو شكل ما فيهوش تفاصيل كتير، على قد بس ما انت تبقى عارف ان الترابيزيوم هو انت عندك تو سايدز بارallel، بس كده هو ده الترابيزيوم. يبقى هو الترابيزيوم عباره عن ايه؟ هو شكل متكون من فور سايدز، 1 2 3 4. عندك فور سايدز منهم اتنين بس بارallel، اتنين بس بارallel، والاتنين التانيين مش بارallel، يبقى ده على طول ترابيزيوم. يعني انت لو دخلت لقيت اي شكل متكون من فور سايدز عندك اتنين بس باراليل، يبقى ده على طول مين؟ الترابيزيوم. حلو، حلوين. قال لك الترابيزيوم ده ممكن نقسمه نوعين. هو كده كده ده ترابيزيوم، عرفت منين الترابيزيوم؟ ده أربعة سايد صح كده، واتنين بس باراليل، يبقى ده ترابيزيوم. طب تعالى هنا، فور سايدز اتنين بس باراليل، يبقى ده ترابيزيوم. طيب قال لك بقى دول شكلين مميزين. الشكل الاولاني اسمه الايسوسيلس ترابيزيوم، زي الايسوسيلس تراينجل بالظبط، ان انت عندك التو سايدز دول قد بعض. والنوع الثاني اسمه الرايت ترابيزيوم، اللي هو الانجل دي برايت، دي ب 90 بس كده. فهو خلص الترابيزيوم. الترابيزيوم زي ما قلت لكم ما فيهوش رغي كتير، ما فيهوش كلام كتير. الترابيزيوم شكل بيتكون من فور سايدز، اتنين بس منهم هما اللي بارل. هنقسمه لحاجتين، ايسوسيلس ترابيزيوم يعني تو سايدز قد بعض، و رايت ترابيزيوم يعني عندك انجل ب 90 بس كده. تعال نشوف نقدر نستفيد بالكلام ده ازاي. الراجل اللي بيسألك الشكل اللي قدامك ده بيقول لك رقم واحد هات لي الاكس، يبقى انت عندك المفروض انك تحسب الاكس. رقم اتنين قول لي هو ده رايت ترابيزيوم ولا لا. يعني ايه اصلا رايت ترابيزيوم؟ رايت ترابيزيوم يعني في انجل بكام؟ اهي هتلاقي انجل ب 90.
فتعالى ندور، تعالى نشوف هل ده موجود ولا لا. اول حاجه تعالى نجيب الاكس. ازاي اقدر اجيب الاكس في الشكل ده؟ هنجمعهم كلهم. وبعد ما نجمعهم هناخد يعني الرقم اللي هيطلعناه في الآخر ونعمل divide صح؟ ماشي. هنعمله ديفايد كام؟ تعالي واحده واحده. تعالى نعمل الاول اللي انت قلت عليه، هنجمعهم مع بعض صح كده. ماشي، يبقى 4x بلس 3x بلس 3x بلس 2x. 3 و 3 6، 4 و 6 10، 10 و 2 12، يعني ده 12x. ماشي، بعد كده ال x equal ال 360 divided 12. بالظبط كده. انت ما تنساش ان الشكل ده اصلا هو بيتكون من 4 سايدز، 1 2 3 4. فمعنى كده ان الانجل دي بلس دي بلس دي بلس دي بكام؟ 360. بس خلاص، هو ده الحل السؤال. يبقى 12x equal 360، يعني الاكس تطلع معاك ب 30. كده انت جبت اول حاجه هو عايزها وهي الاكس، طلعتها ب 30. طيب تقدر تقول لي هو ده رايت ترابيزيوم ولا لا؟ حد يقدر يقترح هنعمل ايه؟ طيب يعني ايه اصلا رايت ترابيزيوم؟ رايت ترابيزيوم يعني انا عندي ترابيزيوم في انجل 90 صح كده. طب ما انا اروح اجيب كل الانجلز اللي عندي، ولو في حاجه فيهم ب 90 يبقى ده رايت ترابيزيوم. طب ازاي هجيب كل انجل؟ ما عادي، ما الانجل دي اسمها 2x. مش انت معاك الاكس؟ يعني دي 2x، يعني 2 باي اكس. انت معاك الاكس ب 30، خلاص شيل الاكس واكتب مكانها 30. يعني 2 by 30 is 60. بالظبط. فدي بكام؟ خلاص كده انت عرفت ان دي بكام. 60. دي كده ب 60. دي تبقى بكام؟ 120. دي بكام؟ 3 باي 30. دي بكام؟ يبقى ده رايت ترابيزيوم ولا لا؟ ادام لقيت انجل 90 يبقى ده رايت ترابيزيوم. خلي بالك لازم يبقى الاثنين انجلز دول ب 90. لازم، يعني لو دي ب 90 غصب عنك هتلاقي دي ب 90. عارفه ليه؟ عشان ده بارل ده. ما هو بصي كده هتلاقي حرف السي اصلا اتكون عندك، ولا حرف اليو، صح؟ لو بصيتي كده هتلاقي حرف اليو اتكون. فلما يبقى ده ب 90، انا عارف ان الحته دي بلس الحته دي 180. دي ب 90 غصب عني هلاقي دي ب 90 100%. وبقى بعيد عن ده، يعني بعيد عن حته ان ده بلس ده هيبقى ب 90، هي بالمخ اصلا بالعقل كده لازم يبقى دي كمان 90. لان انا بقول لك ان الخط ده والخط ده باراليل، وده كده بيربنديكولار على ده، فهو 100% لازم يكون بيربنديكولار على ده، ما ينفعش يبقى حاجه تانية. فطبيعي ان انا الاقي دي ب 90 والاقي ان دي كمان ب 90. طيب بس هو ده اللي احنا هنلاقيه في اصلا في الترابيزيوم. احنا مش محتاجين نعرف اي حاجه تانية عنه، هو شكل مش هتلاقيه كتير. نخش على الاهم، الباراليلوجرام. الباراليلوجرام هو مفترض ان هو الشكل الام، يعني الشكل الرئيسي هو الباراليلوجرام. بيطلع بقى من الباراليلوجرام الريكتانجل، وبيطلع منه السكوير، وبيطلع منه الرمبس. بس الاصل هو الباراليلوجرام، ده الام، ده البابا. ماشي، تعال نشوف بقى الباراليلوجرام بيقول ايه. قال لك الباراليلوجرام
هو شكل بيتكون من 4 سايدز، فانا فهمت على طول ان الانجل دي بلس دي بلس دي بلس دي بكام؟ ب 360. بيقول لك بقى الباراليلوجرام ليه حاجه مميزه. يعني انا في الترابيزيوم فوق لما جيت كلمتك عنه قلت لك ايه؟ قلت لك ان الترابيزيوم عندك 2 سايدز بس باراليل. الباراليلوجرام انا بقول لك ان الفور سايدز باراليل، الاثنين الاوبزيت لبعض، الاثنين اللي في وش بعض باراليل، يعني ده باراليل وده باراليل. يعني عارف يعني ايه؟ يعني انت لو خليت الاي دي باراليل للسي بي غصب عنك ده هيقلب باراليلوجرام، هيتحول لشكل الباراليلوجرام. بص كده، تعال نخلي الاي دي باراليل للبي سي هيطلع معاك الشكل ده. انت خليت الاي دي باراليل للبي سي بقى عندك الشكل ده، لان الترابيزيوم هو ده كان باراليل لده، بس ده وده مش باراليل. طب لو انت خليتهم باراليل يقلب معاك الباراليلوجرام. فهمتوا الفكره ماشيه ازاي؟ تمام. فالترابيزيوم كنا بنقول عليه ايه؟ ان انت عندك تو سايدز بس باراليل. هنا بقول لك ان الفور سايدز باراليل. يعني ايه؟ يعني التو اوبزيت سايدز ار باراليل، الاثنين اللي في وش بعض باراليل لبعض، ده وده باراليل وده باراليل. حد يقدر يقول لي من الشكل ده كده انا ممكن استنتج ايه؟ مش فاهمه. اتفقنا ان الباراليل بيساعدني ان انا اجيب انجل، صح؟ صح. انا بقى ممكن لو انا قلت لك ان الخط ده اللي هو اسمه اي دي باراليل للبي سي، وقايل لك ان الاي بي باراليل للدي سي، انا ممكن استغل الكلام ده في ان انا اقدر اقول مثلا الانجل دي ايكوال الانجل دي، اي حاجه من الحاجات دي. يعني عايزين نستنتج احنا المعلومات لوحدينا. عشان هيكون في حرف السي. هيكون في حرف السي ما بين مين ومين؟ ما بين الدي سي والاي بي. ما بين الدي سي، ثواني، والاي بي في حرف سي كده قصدك؟ ايوه. ماشي، استفدت. خلينا واحده واحده، خلينا نمسك ده الاول. استفدت من ده ايه؟ ان الانجل اللي هي دي سي بي هتبقى ايكوال للانجل اي بي سي. دي سي بي، الانجل دي ايكوال الانجل اي بي سي. اي بي سي. لا مش ايكوال، يبقى الانجل دي بلس الانجل دي 480، صح؟ فوت. صح كده؟ ماشي. يبقى انا طلعت استفدت ان انجل بي بلس انجل سي ايكوال 180. طيب تيجي نفترض ارقام. يعني ايه تعالى نفترض ارقام؟ تعالى نلعب شويه. تعالى انا عارف ان انجل بي بلس انجل سي بكام؟ 480. تعالى نفترض اي رقمين لو جمعناهم يديني 180، مثلا ال 60 وال 120. ماشي، تحب تسمي بي 60 ولا 120؟ اي حاجه. ماشي، تعالى نقول ان البي 420 وان السي ب 60. حلو كده؟ صح ولا غلط؟ ما هو انجل بي بلس انجل سي 480، يبقى الكلام ده صح. ماشي. تعالي نشوف حاجات تانية نقدر نعملها. انت قلتي حرف اليو كده. في برضه الناحية التانية العكس. بالظبط، تعالي نجيب بقى العكس، نشقلب ونشوف الدنيا. لا خلينا ماشي، ثواني كده. لو رحنا العكس الناحية التانية هنلاقي الشكل ده. يعني هلاقي ان انجل اي بلس انجل دي ايكوال كام؟ 180 برضه. انجل اي بلس انجل دي ايكوال 180. انت حد بقى يقدر يستنتج لي معلومة؟
من الكلام ده؟ عارف انا ممكن استنتج ايه؟ ايه؟ او خليها تعالى هنستنتجها بس كمان شويه. تعالى نجيب حرف يو كمان. احنا قلنا دي سي واي بي، طب ما تيجي نشوف اي دي وبي سي، صح ولا ايه؟ صح. ماشي، ادي الاي بي وادي معانا البي سي. مش هتلاقي ان انجل بي بلس انجل اي 480؟ ايوه صح ولا غلط؟ صح. طيب انجل ايه انجل بي احنا قلنا ان هي بكام؟ 120. يبقى انجل ايه هتبقى بكام؟ 60. ماشي. طيب تعالي نشوف كده، تعالي نبص كده فوق، عندي حرف اليو فوق. مش انا هلاقي ان ده بلس ده بكام؟ 180. لو ده ب 60 ده يبقى بكام؟ 120. حد لاحظ حاجه؟ ان كل واحدة اللي جنبها الناحية التانية بتبقى نفس الرقم. بالظبط، ان ممكن نقول ان التو اوبزيت انجل ايكوال. الانجل دي اللي قصادها قدها، والانجل دي اللي قصادها قدها. فاي تو انجلز لو انا شفت الباريلوجرام اجمع بقى ان اي تو اوبزيت انجل هم مالهم ايكوال. ماشي، دي حاجه كويسه. في حاجه كمان ممكن برضو استنتجها، ان اي حد يحب يقولها ولا اقول انا؟ لا انا مش عارفة. ان اي تو انجلز جنب بعض لو جمعتهم يديني كام؟ 180. بس خلصت القصه. فانت بقيت عارف ان الانجل دي اللي قصادها قدها، واللي جنبها هنا وهنا لو جمعتهم يديك كام؟ يديك 180. طب دي معلومه مهمه؟ اكيد طبعا دي معلومه مهمه، لان دي معلومه تساعدك جدا في حل المسائل. عارف ازاي؟ انا ممكن اديك انجل واحده بس وانت تجيب لي باقي الحاجات. لو انا عملت لك كده، ادي باريلوجرام اهو، ماشي. ماشي. تعال نسميه اكس واي زد ام، وانا اديتك ان الانجل دي ب 30. انت تعرف تجيب كل حاجه ازاي؟ صح. انت عارف ان الانجل دي الاوبوزيت ليها اللي في وشها قدها، يبقى الانجل دي بكام؟ 30 برضه. ب 30 برضه. مش بس كده، اللي هي y هتبقى 150 وكذلك n. بالظبط كده، اي اتنين جنب بعض لو جمعتهم يديكوا 180. فال 30 جنبيها الواي يبقى دي 150، برضو الزد جنبيها الام فدي تبقى كمان هي بكام؟ 150. خلصت القصه. ده شكل البارالوجرام. بص بقى، بص الحته دي، لو عملت 150 بلس 150 بلس 30 بلس 30 لازم يطلع كام؟ 360. لازم يطلع ب 360، صح كده؟ صح. تمام. يبقى اللي احنا قلناه ان البارالوجرام عباره عن 4 سايدز، كل 2 اوبزيت سايدز باراليل، هتلاقي ده باراليل مع ده وده باراليل مع ده. واستنتجنا كمان بسبب الباراليل ده ان كل 2 opposite angles are equal. دي اللي قصادها قدها، ولو جمعتها على اللي جنبها تديني كام؟ تديني 180. كل الكلام ده انت استنتجته ما حفظتوش، انت استنتجته لوحدك. طيب تعال نشوف الراجل بيقول لك ايه. الراجل بيديك شويه معلومات كويسه. بيقول لك مثلا هنا ان انجل A بلس انجل C، انجل A ايكوال انجل C. ماشي، ما احنا عارفين عشان دي اللي في وشها الاوبزيت ليها تبقى ايه قدها. ونفس الكلام B ودي، عرفنا المعلومه دي. بيقول لك ان اي تو انجلز جنب بعض لو عملتهم بلس يديك 180. طب احنا برضه عرفنا المعلومه دي، A بلس B 180، A بلس D 180، C بلس B C بلس D
دي بلس اي دي بلس سي، اي اتنين جنب بعض، صح كده؟ صح. طيب اخر حاجتين محتاجين ان احنا نعرفهم، اعتقد اكيد انتوا عارفين المعلومه دي، ان مش بس ان التو اوبوزيت سايدز باراليل، لا ده هما كمان ايكوال. يعني اي دي ايكوال بي سي وفي نفس الوقت باراليل لبي سي، اي بي ايكوال دي سي وفي نفس الوقت باراليل لدي سي. معلومه مهمه قوي. في حاجه اسمها الدياجونال، عارفين الدياجونال؟ لا. انتوا خدتوش الدياجونال قبل كده بجد؟ ما اظنش اني سمعت الكلمة دي قبل كده. طيب بصوا يا جماعه، الدياجونال كل اللي انا بعمله ان انا بعمل ايه؟ بقف عند اي فيرتكس بالشكل ده، وقفت عند زد، وصل خط للفيرتكس اللي قصادها اللي عكسها اللي هي الايكوال ليها اللي هي الاكس. بص كده، ثواني، وصل للي قصادها اللي هي ايكوال ليها، يعني اللي هي اقف عند الزد توصل لحد الاكس، صح كده؟ المفروض ان الدياجونال بيعمل ايه؟ الدياجونال ده بيقسم لك الشكل ده نصين قد بعض بالظبط. تخيل بقى معايا الكلام، ان انت عملت خط كده قسم ده قد ده، يعني الحته دي هي بالظبط قد دي، قدها بالظبط. واي شكل بيتكون من فور سايدز هو ينفع تعمل له فور دياجونال بس، قصدي تو دياجونال بس، تمام. صح ولا لا؟ لان انت وقفت عند الزد ووصلت للاوبزيت، ماشي، هتقف عند الام توصل، هتقف عند الام توصل للاوبزيت اللي هو الواي. خلاص كده انت قفلت. في حاجه تانية تعرف تعملها؟ تمام. الام واي قسم لك الحته دي قد الحته دي بالظبط. طب الاكس زد قسم لك الحته دي قد الحته دي بالظبط. الخط اللي بيعمل ده اسمه دياجونال. الباراليلوجرام ليه ميزه مهمه في الدياجونال بتاعه، الدياجونال بتاعه مميز. ليه مميز؟ لان بيقول لك ان الدياجونال بالسكت ايتش اذر. يعني ايه الدياجونال بالسكت ايتش اذر؟ يعني الدياجونال بيقسم بعضه نصين. مش فاهم حاجه. يعني مثلا لو قلت ان دي نقطه اف، ده الدياجونال الاولاني اسمه اكس زد، جه خبط فيه الدياجونال التاني ام واي، الاتنين قسموا بعض. يعني ايه قسموا بعض؟ يعني بقت الحته دي قد الحته دي والحته دي قد الحته دي. يعني الام اف ايكوال الاف واي والاكس اف ايكوال الاف زد. صعبه؟ لا لا. يبقى انا ايه اللي انا محتاج اعرفه عن الباراليلوجرام ده؟ الكلام المكتوب هنا ده اللي انت محتاج تعرفه عن الباراليلوجرام، ان كل two opposite sides are equal وفي نفس الوقت parallel، وان الدياجونال بالسكت ايتش اذر، يعني الحته دي تبقى قد الحته دي والحته دي تبقى قد الحته دي. كمان لازم تبقى عارف ان التو opposite angles are equal، واي تو angles جنب بعض لو عملت لهم بلس يديك كام؟ يديك 180. وكده كده لو عملت دول كلهم بلس هيديك 360 عشان ده شكل بيتكون من 4 سايدز. اعتقد ان احنا دلوقتي جاهزين ان احنا ندخل على الاسئله ونشوف ازاي نقدر نستغل المعلومات بتاعتنا في ان احنا نحل الاسئله بمنتهى السهوله. عايز البارامتر بتاع سي ام دي. فكك من اي حاجه وروح احسب او هات كل حاجه انت عارفها، كل حاجه انت عارفها. مبدئيا الراجل مديك معلومه هي الحل كله، ان الراجل بيقول لك وفر على نفسك اي بي سي دي باراليلوجرام. يعني ايه؟ يعني روح اشتغل بالحاجات اللي انت عارفها بالباراليلوجرام، استغلها، ان الدياجونال بيبسكت ايتش اذر، ان التو اوبزيت سايدز ار ايكوال وباراليل. روح عيش بقى بالحاجات دي هتحل السؤال. تعالوا ها، عايزين معلومات. مبدئيا ان ال AB parallel لل DC ماشي وال AD parallel لل BC. ماشي، خش معلومات كمان. ثواني.
مالهم الدياجونال؟ ان هما في حاجات هتبقى equal. بالسكت ايتش اذر. ماشي، يبقى مين ايكوال مين؟ قولي لي اسامي. ال 6 m ال ثواني، قولي تاني. ثواني اللي هي انا مش عارفه تتقال ازاي، بس هي اللي هو الخط اللي اسمه اي بي الخط اللي اسمه اي بي هيبقى equal للخط اللي اسمه دي سي. ايكوال الخط اللي اسمه دي سي. ماشي، ده في الباراليلوجرام عشان اي تو سايدز اوبزيت ايكوال وباراليل، فالاي بي 6 يبقى الدي سي 6. ايوه ماشي، بس ده ملوش علاقه برضو هو ده صح واحنا محتاجين المعلومه دي، بس انت قلت الدياجونال، احنا ما استغلناش الدياجونال. الدياجونال بيبقى موجود في الشكل من جوه، هو اللي بيعمل حرف اكس. يعني اي سي ده والدي بي دول اللي اسمهم دياجونال. تمام ماشي. الدياجونال بيبقى موجود جوه الشكل عشان هو بيقسم الشكل نصين. اصلا ما كنتش خدت زيادة من قبل كده. تمام ماشي. آه، ال 3 سنتيمتر دي مش المفروض تبقى equal ل 3x minus 8 سنتيمتر؟ لا مش هتنفع. بصي هقول لك ليه. دي بي ده دياجونال صح كده؟ صح. ماشي، نعلم عليه عشان الدنيا تبقى واضحه. ادي دي بي ده كده دياجونال. عظيم. نفكر تاني مع بعض. الاي سي دياجونال. ماشي، الاي سي دياجونال. انا معايا معلومه لازم استغلها، ان في الباراليلوجرام الدياجونال بيبسكت ايج اذر. يعني ايه؟ يعني انت عندك دياجونال اسمه اي سي اهو، وعندك دياجونال اسمه دي بي. ماشي، حصل ما بينهم انترسكشن، يعني اتقابلوا مع بعض، اتقطعوا مع بعض عند نقطه ام. نقطه ام دي بتقسمهم كلهم قد بعض. يعني تاخد لك الاي سي ده كله تقسمه لك حتتين قد بعض، الحته دي قد الحته دي، وتخلي لك الدي بي تقسمه لك حتتين قد بعض، يبقى الحته دي قد الحته دي. فهمت الفكره؟ يعني ال n plus 3 سنتيمتر equal ل 3x minus 8 سنتيمتر ولا 8 سنتيمتر؟ واحده واحده هقول لك، واحده واحده. انا بس عايز اقول لك على حاجه، ان يعني الديامتر نفسه اللي هو اسمه دي بي بيتقسم نصين قد بعض. نص اللي هو الدي ام، ونص تاني اللي هو الام بي، والاثنين دول ايكوال. بص على الرسمه، الدي بي اهو كله هيتقسم نصين قد بعض. الدي ام والام بي دول نصين قد بعض، والنصين دول هيبقوا ايكوال. فلو الام بي ب 3 سنتيمتر يبقى الدي ام بكام؟ ثواني مش فاهمة كويس. طيب هقول لك على حاجه، تعالي ننسى الرسمه دي، ننساها خالص، ونجيب باريلوجرام محترم ونشتغل عليه. ماشي، خلينا نرسم باريلوجرام كبير عشان الدنيا تبقى واضحه. مثلا كده تقريبا هنا، ونقوم عاملين كده، ونقوم جايين عاملين كده. ده باريلوجرام كبير اهو. ثواني نغير اللون. تعالي نسمي A B C D. مبدئيا تعرفي تقولي لي الدياجونال الاولاني يبقى اسمه ايه او يترسم ازاي؟ اللي هو هيبقى خط بين EC وخط بين CD. حلو قوي، خط ما بين اي سي اهو، ده الدياجونال الاولاني. تعالي نعمل الدياجونال التاني بلون مختلف. نختار مثلا لون آه اللون ده اهو. حلو كده. ركزي بقى معايا واحده واحده.
انا كده عندي دياجونال اسمه اي سي اللي هو بالاحمر، ودياجونال تاني اسمه دي بي اللي هو بالاخضر. حلوين. الشكل اللي قدامي ده باريلوجرام صح كده؟ يعني ايه الدياجونال بالسكت ايتش اذر؟ يعني التو دياجونالز دول بيقسموا بعض نصين. يعني ايه؟ يعني الدياجونال اي سي ده لما يخبط في الدي بي، الدياجونال اللي اسمه اي سي ده يتقسم نصين قد بعض، يعني تبقى الحته دي قد الحته دي. طيب والدي بي برضه هو كمان يبقى حتتين قد بعض، الحته دي تبقى قد الحته دي. يعني الانجل اللي هي ABC هتبقى لا بص، فكك من انجل خالص، انا ما بتكلمش في الانجلز خالص، هنا بتكلم في السايدز بس، ماليش دعوه بالانجلز دلوقتي خالص، شيليها من دماغك، نتكلم في سايدز ماشي. ماشي. يعني انا لو سميت دي نقطه ام وشلت الكلام ده، انا بمجرد ان انا بصيت زي ما قلت لك، انا بتكلم على سايتس بس، بصيت لقيت ان A B C D باريلوجرام، AC دياجونال، دي بي دياجونال. هو الباريلوجرام ما فيهوش غير اتنين دياجونالز بس، اللي هو الاي سي والدي بي، اهم موجودين بيتقابلوا عند نقطة ام. قال لك كده يبسكت ايتش اذر. يعني ايه؟ يعني بيقسموا بعض نصين. يعني ايه؟ يعني الاي سي ده يتقسم نصين قد بعض، دي تبقى قد دي، والدي بي يتقسم حتتين قد بعض، دي تبقى قد دي. يعني ايه؟ يعني شايفه الاي سي ده كله هيبقى عباره عن حتتين، حته اسمها اي ام وحته اسمها ام سي صح؟ بص على الرسمه، اي سي بقى حتتين، لاين اسمه اي ام واللاين التاني اسمه ام سي، الاتنين دول بقى مالهم ايكوال. تمام. نفس الكلام على الدي بي، هنقسمه حتتين قد بعض، البي ام والام دي، الحتتين اللي قد بعض دول مالهم ايكوال. بس كده، هي دي قصه الدياجونال باختصار. فلما اجي ابص هنا على الرسمه، لما اشيل الكلام ده كله، انا الراجل قال لي ده باريلوجرام، ماشي يا عم باريلوجرام، عندك اللاين اهو من الدي للبي، ده كده دياجونال، والاي سي دياجونال، بس خلاص كده كده الدياجونالز خلصت، انا ما عنديش غير اتنين دياجونالز بس، اتقطعوا عند نقطه ام، حصل ما بينهم انترسكشن عند نقطه ام. معناها ايه؟ ان هما اتقسموا حتتين. يعني ايه؟ يعني الدي بي، الدياجونال اللي اسمه دي بي هيتقسم حتتين قد بعض، الجزء الاولاني اللي هو الدي ام، والجزء الاولاني اللي هو ام بي، اللي هو الحته دي والحته دي. والاي سي كله يتقسم برضو حتتين قد بعض، الاي ام والام سي. طيب دول مالهم؟ دول ايكوال. دول مالهم؟ دول ايكوال. طيب يعني انت بتقول لي ان الام بي ايكوال الام دي؟ اه بقول لك ان الام بي ايكوال الام دي. طب ما الام بي 3، يبقى الام دي بكام؟ 3. ب 3. يبقى انا عرفت الام دي. طيب هو انت بتقول لي ان الام سي ايكوال الام ايه؟ اه بقول لك ان الام سي ايكوال الام ايه. يعني انا بقول لك ان 3 اكس ماينس 8 ايكوال الاكس بالظبط. اعمل ايه؟ حل بقى، هو ايه اللي اعمل ايه؟ هنا هجيب الاكسات وهنا هجيب الارقام. ال 3 اكس موجوده في مكان الاكسات تنزل زي ما هي، الاكس دي هاخدها اديها مكان الاكسات، يعني تروح بالنيجاتيف، نيجاتيف اكس ايكوال ال 8 هوديها هنا تبقى 8. 3 اكس ماينس اكس يعني 2 اكس، 2 اكس ايكوال 8، يبقى الاكس بكام؟ ب 4. يعني الحته دي 4. انت عايز مني ايه؟ انا عايز منك البارامتر بتاع السي ام دي. سي ام دي بارامتر يعني ايه؟ يعني اجمع السايدز بس من غير ما تفكر. بارامتر الشكل، اجمع السايدز بتاعته. فانا قلت لك الشكل اللي انا عايز البارامتر بتاعه اسمه سي ام دي، يعني اجمع السايدز بتاعت سي ام دي، يعني اجمع السي ام بلس الام دي بلس الدي سي. السي ام معاك اه ب 4، الام دي معاك اه ب 3، الدي سي معاك اه ب 6. اجمعهم على بعض كلهم يديك 13. ده كده البارامتر. هل لحد دلوقتي في اي حاجه مش مفهومه في اللي انا قلته؟ يعني
ممكن شوية لسه مش 100%. أو مش قوي يعني. ماشي. القوي بقى هتيجي مع الاسئله، كده كده هنحل كتير. طيب السؤال ده انا بقول لك ان ال A B C D parallelogram، طالب منك تجيب لي الاكس، تقول لي الاكس بكام، وتقول لي الواي بكام. تعالى هنا قول لي الاكس بكام، قول لي الواي بكام. يا ريت تاخدوا سكرين شوت وتفكروا في السؤال، ونيجي بعد 5 دقايق. وتاني واحده مفيش. طيب بما انكم طلعتوا نفس الاجابه فده بنسبه كبيره صح. انا عندي معلومه في الباراليلوجرام ان ال two opposite angles are equal، يعني ال 2x واللي قصادها 3x minus 50 دول equal، يعني ال 2x equal 3x minus 50. طب ما تاخد ال 3x توديها الناحيه التانيه، تبقى 2x minus 3x equal negative 50، يعني negative x equal negative 50. طبعا negative دي تطير مع negative دي، يعني الاكس ب 50. طلعت الاكس ب 50 تمام، يبقى الانجل دي بكام؟ 400. ليه؟ لان الاكس ب 50، 2 باي 50. اي اتنين جنب بعض لو جمعتهم، لو عملت لهم بلس يدينا 180. لو دي ب 400 يبقى دي بكام؟ يبقى دي اكيد ب 80. يبقى الاجابه دي صح 100%. طب تعالى هنا، الباريلوجرام اي تو سايدز قصاد بعض هم ايكوال، يعني y minus 5 هي ايكوال ال 5. خلاص يبقى y minus 5 ايكوال ال 5، يبقى ال y ايكوال 5 بلس 5، يبقى ال y ايكوال 10. طيب نفس الكلام، يبقى ال 2x ايكوال ال 4x minus 7، ال 4x minus 7 ايكوال ال 2x. جمع لي الاكسات لوحديها، 4x minus 2x ايكوال 7. خدت دي وديتها الناحيه الثانيه، وخدت ده وديته هنا. 4x minus 2x 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 equal 7، يبقى ال x equal 7 divided 2 تطلع 3.5 بس. في اي مشاكل؟ اخر حاجه هنقولها البروف. الراجل هيجيب لك سؤال زي ده، هو مش هيقول لك، او بلاش ده، حاجه زي ده، هو مش هيقول لك ان A B C D parallelogram، لا، هو يقول لك اثبت لي ان A B C D parallelogram. طيب انا ممكن اعمل ده ازاي؟ قال لك عندك حاجات كتيره قوي، عندك سكك كتير قوي ممكن تمشي فيها. ايه مثلا؟ لو ثبت ان كل اتنين opposite parallel انت اثبتت ان هو parallelogram، بس كده. يعني لو اثبتت ان ده وده parallel وده parallel يبقى parallelogram. طب ولو قلت ان كل اتنين قصاد بعض قد بعض برضو يبقى انت اثبتت ان ده parallelogram. طيب لو قلت ان عندك اتنين parallel وفي نفس الوقت equal يبقى ده parallelogram. لو لقيت ان كل two opposite angle equal يبقى ده parallelogram. اللي هي الحاجات بتاعت الباراليلوجرام، الحاجات المميزه بتاعته اللي احنا لسه قايلينها. لو لقيت ان الدياجونال بتبسكت ايتش اذر، يعني دي قد دي ودي قد دي، يبقى ده برضو باراليلوجرام. خلينا ندخل نحل ونشوف الكلام ده بيجي ازاي. مثلا هنا الراجل بيقول لك قول لي الاي تبقى بكام والبي تبقى بكام عشان اخلي الشكل اللي اسمه A B C D باراليلوجرام. حد يقدر يقول لي الايه هتبقى بكام؟ كام؟ انا قدامي الشكل ده اللي اسمه A B C D، بقول لك يا ترى الايه تبقى بكام علشان الشكل ده يبقى باراليلوجرام. اقول لك على حاجه، البي تبقى بكام؟ 30. لا البي مش هينفع تبقى ب 30. عشان ده مش السايد كله. لا يا جماعه بص هقول لكم على حاجه، اعتبر ان ده باراليلوجرام وحل. لو اعتبرت ان ده باراليلوجرام مش يبقى ده قد ده؟ صح.
ما اي اتنين سايدز قصاد بعض يبقى ايكوال بعض، فلو ده باراليلوجرام يبقى ده ايكوال ده. طيب يعني عشان ده يبقى باراليلوجرام لازم ال 2A تكون ايكوال لل 10، يعني لازم ال A تكون ايكوال 5. صح ولا ايه؟ صح. طيب البي هقول لك عشان ده يبقى باراليلوجرام، علشان يبقى باراليلوجرام لازم الاقي ان ده باراليل ده. طيب لو هما باراليل مش تلاقي ان دي ايكوال دي حرف الزد؟ صح. يعني b minus 21 equal 30. هي مش البي اللي equal 30، هو كل ده ب 30، فيبقى البي equal 30 plus 21 تطلع البي بكام؟ ب 51. هي دي فكرة السؤال. طيب تعال نخش على اللي بعده. اثبت ان ده باراليلوجرام. ايوه اثبت ازاي؟ اي حاجة تعرف تجيبها روح هاتها من غير ما تفكر. يلا الشكل قدامنا اهو، اي حد عارف اي معلومة يقولها. خلي بالك هو مش باراليلوجرام، A B C D مش باراليلوجرام، احنا هنحاول نخليه او نثبته ان هو باراليلوجرام، لكن حاليا هتتعاملي معاه على اساس ان هو مش باراليلوجرام. تمام؟ مش دي كده ستريت انجل؟ ايوه كنت لسه هقول. يعني دي ب 410 يبقى دي بكام؟ يعني دي ب 30. ماشي. هو مش ده وده باراليل، يبقى حرف اليو ممكن كده. صح ولا ايه؟ صح. يعني لو دي ب 70 تبقى دي بكام؟ لا ازاي؟ 410 صح. برضو مش لازم اجيبها من عن طريق اليو، ما انا ممكن اجيبها زد. صح ولا ايه؟ هو في زد. اهو. اه خدت بالي. صح. طيب ماشي. كمان انا عندي يو تانية اهي، ما انا ما استفدتش منها، خد كل اليوهات اللي عندك. صح. صح. يعني لو الحتة دي 70 تبقى دي بكام؟ برضه خلاص انت كده اثبتت ان هو باراليلوجرام. ازاي؟ هتقول له ان كل two opposite angle are equal. angle D equal angle B. angle A equal angle DCB. دي ب 110 ودي ب 70، يبقى ده باراليلوجرام. يبقى الشكل ده اسمه ABCD. ماله؟ باراليلوجرام. ما انت خلاص عارف بقى ان الباراليلوجرام عنده علامة مميزة، ان كل opposite angles مالهم equal. فلو انا رحت على شكل لقيت ان كل اتنين قصاد بعض قد بعض يبقى الشكل ده ماله؟ باراليلوجرام. مش محتاجة حاجة. صح. خش على بعض ولا ايه؟ ماشي. هنا برضو نفس الكلام، عايزين نثبت ان بي اتش سي دي باراليلوجرام. لا ثانية واحدة بقى. بي اتش سي دي، بي اتش سي دي يعني الحتة دي. هي الرسومات اللي بيبقى فيها كذا حاجة في بعض بتبقى صعبة شوية، بس لو لونا كده الموضوع هيبقى اسهل عشان الدنيا هتبقى اوضح. يلا نشوف. ها يا جماعة، آه، اثبت لي ان بي اتش سي دي باراليلوجرام. صبر. يلا. حاجة تعالى هنعمل ايه؟ هنستغل البارل. بالظبط لازم نستغل البارل. يلا نستغل. ماشي. في اللي هو حرف يو، وفي حرف زد. قولي كل حاجة انت عارفاها
هي مش هتيجي غير كده. في كذا حرف يو وفي حرف زد وكمان طيب ممكن نجرب نخبط مع بعض. مثلا انا هلاقي مثلا ان انا عندي ده حرف الزد، ده كده حرف الزد. ماشي، فيبقى الانجل دي ايكوال الانجل دي. هل دي مهمة؟ ممكن تبقى ملهاش اي لازمة، بس احنا نقول كل حاجة احنا عارفينها وخلاص. مثلا عندي ده وده وده حرف الزد، ماشي. يعني الحتة دي ايكوال الحتة دي، صح ولا ايه؟ صح. ماشي. آه، ايه تاني؟ آه، ما احنا لازم نفكر يا جماعة، نفكر مع بعض. بفكر. السؤال ده حلو، السؤال ده فيه تشغيل دماغ. حرف الاف. هو انا عامة لازم اسيبكم تحلوا انتوا السؤال ده، فقولوا اللي انتوا عارفينه، ولو عطلانين هسيبكم تفكروا فيه لكن لازم نشغل دماغنا. انت قلت اف، طب فين الاف؟ أوكي. فعلا. ماشي، فين؟ انا مش شايفها. دي ايه؟ بي سي؟ قصدك الحرف الاف ده، فالانجل دي ايكوال الانجل دي. ماشي. لا لا لا، خليها بقى كده وخلاص. يبقى دي قد دي. ماشي. هو انت كده عندك فوق ده كده الشكل اللي اسمه A B C D parallelogram، صح؟ لان انت عندك ده قد ده، وكمان عندك ده بارلل ده، وده بارلل ده، يعني الاتنين قصاد بعض بارلل، فيبقى ده اكيد بارلوجرام. تمام. ده يساعدني في ايه؟ آه، إني أطلع بقية الحاجة. ايوه، ما اكيد هطلع بقيه الحاجه. ده هيساعدني اكيد ان الحته دي قد الحته دي، عشان تبقى الانجل دي كده قد الانجل دي، عشان ده بارلوجرام. فلو الحته دي قد دي يبقى الاكس قد الاكس. وبرضه اللي هي السي هتبقى قد الإيه برضه. الايه؟ اللي هي السي هتبقى قد الإيه. السي هتبقى قد ماشي، احنا قلناها خلاص. هو في اصلا حاجه اسهل من اللي احنا بنعمله ده بكتير، من ان انت تدخل في سكه الانجلز وان انت تحاول تدور على الانجلز. ايه هي السكه؟ السكه اهي. ولا بلاش، هسيبكم تفكروا في السؤال. لا، خلينا نقول ونخلص. طيب هنا اهو، انت
جربت تخش قصه الانجلز وتشوف ده قد ده وده قد ده ومش عارف ايه، لقيتها مش ماشيه معاك او كبرت الموضوع، طب ما تفكر في السايدز. انت عندك معلومه مهمه جدا، ان التو سايدز لو الاوبزيت لو هما ايكوال وفي نفس الوقت بارلل، خلاص ده بارلوجرام، الموضوع انتهى. فلو احنا رحنا هناك حاولنا نعمل الموضوع ده، ان احنا ناخد اتنين سايدز اوبزيت نخليهم او نثبت ان هما بارلل وفي نفس الوقت ايكوال، يبقى انا خلصت السؤال. بصوا كده، انا بجرب، انا دخلت جربت الانجل لقيتها هتطول معايا. طب تعالوا نجرب الفكره التانيه، ان انا هقفش في الترينجل اللي انا عايزه اللي هو اسمه بي اتش سي دي، تو سايدز يكونوا بارلل وفي نفس الوقت ايكوال، يبقى انا كده اثبتت ان هو بارلوجرام. حد يقدر يقول؟ اللي هو بي اتش اللي هي تبقى بارلل لدي سي. ماشي، بي اتش بارلل دي سي، هل بي اتش ايكوال دي سي؟ انا مش، ايوه. لا مفيش حاجه اسمها اظن، ايوه اسمها عشان كذا. بس طيب بصوا انا اقول لكم على حاجه، مش احنا لسه اثبتنا مع بعض ان اي دي سي بي ده بارلوجرام؟ اه يعني اي تو سايدز قصاد بعض قد بعض، ايوه يعني الاي بي قد السي دي. صح. طب ما الاي بي قد البي اتش، يبقى اكيد البي اتش قد مين؟ دي السي دي. بس يبقى البي اتش ايكوال السي دي، وفي نفس الوقت السي دي بارلل للبي اتش. شكرا، ده بارلوجرام. يبقى انت قصه الانجلز دي هتعملها عشان هنا عشان تثبت ان ايه بي سي دي بارلوجرام، بعد كده تلقط بقى على طول ان ده ايكوال ده وده بارلل لده، يبقى ده بارلوجرام. يعني لو لقينا ان الانجلز هتطول ومش كده ندور على حاجة تانية. بالظبط، اصل انت بتخش السؤال انت مش عارفه انت هتحليه ازاي، انجل ولا كل السايدز اللي قصاد بعض بارلل ولا كلهم ايكوال ولا اتنين بس بارلل وايكوال ولا دياجونال بيسكت ايج، انت ما تعرفيش. فانت إيه اللي هتعمليه؟ هتجربي. طول ما انت بتجربي في السؤال وبتشوفي ان ده ايكوال ده وبتحاولي تحسبي الحاجات اللي انت عارفاها، هتعرفي توصلي للاجابه حتى لو طولتي هتوصلي لها. خش على اللي بعده. سؤال على الدياجونال. عايز ام بي وعايز ام ايه وعايز ام سي وعايز البي دي. طبعا الراجل معرفني ان اي بي سي دي بارلوجرام. يلا. هو الأول عايز ماشي. فال بي اللي هي تكون A plus 2. ماشي. تعالي. هو احنا ممكن نعتبر الجزء اللي هو A plus 2 ده ممكن نعتبره triangle ولا لأ؟ يعني اللي هو قصدك الجزء ده؟ أيوة. ماشي الجزء ده ترينجل، بس انت استفدت ايه؟ لا خلاص في حاجة تدور على نقص. قولي ممكن تنفع. لا لما كنت أعتبرها triangle وأقول مش عارفة هما من إيه مش فاهمة. لا ان انت بتدوري على سايدز مش انجل. بص يا جماعه عشان بس ما نقعدش نحور على بعض، انت لما تدخل تلاقي بارلوجرام
وتلاقي ان انت شغال على الدياجونال، انت ما عندكش غير طريق واحد بس، يعني المفروض ما تقعدش اصلا تفكر، لان هي حاجه واحده، ان الدياجونال بيبسكت ايتش اذر، انت ما تعرفش حاجه غير كده، فانت مش هتستخدم غير ده اللي هو احنا قلناه هنا. انت دخلت على باريلوجرام، لقيت قدامك دياجونال اللي هو الاي سي والدي بي، حصل ما بينهم انترسكشن، لازم تقول لي ان الحته دي قد الحته دي والحته دي قد الحته دي. لو انت قلت الجمله دي انت خلصت السؤال خلاص. بس هو ده الدياجونال. يعني مش هتستخدم حاجة غير الدياجونال بس. بس انا كل اللي طالبه منك حاجات ليها علاقه بالدياجونال، فانت هتستخدم الحاجه اللي انت تعرفها عن الدياجونال. ايه معلوماتك عن الدياجونال؟ بيستكت ايتش اذر. تعرف حاجه تاني؟ لا ما اعرفش حاجه تاني. طب ما تستخدمها هتحل السؤال. ما انت عندك الدياجونال اللي هو اسمه دي بي، ده كده دياجونال، والدياجونال التاني اسمه اي سي، دول بيبسكتوا ايتش اذر. يعني دي بي اتقسم حتتين قد بعض بالظبط، اللي هما مين؟ اللي هو الدي ام والام بي. بس الدي ام ب 2 a minus 3، الام بي a plus 2، دول ايكوال صح؟ بس خلاص، يبقى انت تعرف تجيب كل حاجه. هات الايهات لوحديها، يبقى 2 a ودي هناك بالماينس minus a equal 2 plus 3. 2 a minus a a 2 plus 3 5، يبقى انت جبت الاي ب 5. طب تعالى نفس الكلام على الدياجونال التاني اللي هو اسمه اي سي، اتقسم حتتين قد بعض، الاي ام والام سي، معنى كده ان 2b minus 1 equal b plus 1. طب هات البي هنا وهات ال1 هنا، يبقى 2b minus b 1 plus 1. 2b minus b b 1 plus 1 2، تبقى انت جبت البي بكام؟ ب 2. انت كده مستعد تحسب اي حاجه هو عايزها منك. روح شوف هو عايز منك ايه. انت عايز مني الام بي، الام بي هي الام بي بكام؟ اللي هي A plus a بلس 2، والاي بكام؟ 5 يبقى 5 بلس 2 7. يبقى الام بي ب 7. خش على بعضه. عايز الام ايه؟ ماشي يا عم، الام ايه، الام ايه بي بلس 1 والبي بكام؟ 2 يبقى الام ايه؟ هو 3. البي دي فين البي دي؟ اهي. انت عايز البي دي كلها. طيب البي دي مقسومه حتتين، الحته دي والحته دي. الحته دي اللي هي a بلس 2 اللي احنا قلنا ان هي ب 7. طب والحته دي ب 2a minus 3، ال a ب 5، يعني 2 باي 5 10، 10 minus 3 7. يبقى ال b دي كله بكام؟ 7 بلس 7 اللي هي 14. طيب الام سي، تقول لي الام سي اللي هي الحته دي اللي هي 2b minus 1، 2b minus 1. البي بكام؟ ب 2، 2 باي 2 4، 4 minus 1. في مشكله يا جماعه؟ ما نقعدش نعطل. شفت دياجونال في بارالوجرام بالسكت ايتش اذر وحل، ما تفكرش في اي حاجه تاني خالص. خش على اللي بعده. بروف ان ده بارالوجرام. نجرب الأول نشتغل مثلا السايتس. ماشي في two sides parallel. ماشي. لو كانوا ايكوال السؤال خلص خلاص. لو كان الاي بي ايكوال السي دي خلاص يبقى هما بارل وايكوال، بس ده ما حصلش. مش كده. ولو الاي دي بارل البي سي برضو كان السؤال خلص. كل اتنين قصاد بعض بارل لبعض، خلاص السؤال خلص. يبقى الراجل بيجبرك انك تشتغلي بالانجل، لان هو مش مديك اي معلومات عن السايتس، هو كل اللي مديهولك انجل. بص كده، فهو الراجل بيجبرك 100% انت لازم تشتغلي بالانجلز. طيب خلي بالك، انت هتشتغلي بالانجلز باستخدام البارالل. مش فاهم حاجه. يعني انا معايا اللاين ده اللي هي الحروف بتاعت البارل. بالظبط اللي هو مديها لك، يعني محدش يجي يقول لي الاي دي بارل البي سي، لا هو ما قالش ان هو بارل، انت هتروح تثبت ان هو بارل.
بس اللي انت عارفه ان الدي سي باراليل الاي بي، يبقى دي المعلومه اللي انت لازم تستغلها، ما عندكش غيرها. الدي سي باراليل الاي بي. يبقى لو هنحل البروف هنقول علشان الدي سي باراليل الاي بي، فيبقى انجل دي سي بي او انجل سي على طول بلس انجل بي بكام؟ خلاص اعمل الكلام ده. 3x minus 4 minus 40 equal 4x plus 10. نجمع الاكسات. الاكس وبعد كده النمبر. ماشي، يبقى 3x minus 4x 10 plus بلس 40. ثانية واحدة. 3x minus 40. لا احنا ايه اللي احنا بنقوله ده؟ ما ده غلط. يبقى نفوقه بقى. احنا ما قلناش ان C equal B، احنا بنقول ان C plus B 480. يعني 3x minus 40 plus 4x plus 10 الكلام ده ب 480. صح كده ولا ايه؟ نصحى بقى. يعني 3x plus 4x 7x negative 40 plus 10 negative 30 equal 180. يبقى 7x equal 180 plus ال 30 يعني 7x equal 110. يعني ال x equal 110 over ال 7. تطلع ال x بكام؟ 30. ب 30. طيب روح هات بقى الانجلز اللي انت عارفها. 3x minus 40 يبقى 3 باي 30 minus 40. 3 باي 30 90. 90 minus 40 30. يبقى دي تطلع ب 50. طب ما تروح تعمل نفس الكلام هنا تطلع معاك ب 130. انت خلاص اثبتت ان هما باراليلوجرام. ليه؟ ما هتلاقي ان ده وده مالهم ايكوال، وهتلاقي ان الاتنين اللي جنب بعض لو عملت لهم بلس دي 180. 180. كمان هقول لك على حاجه. لو انا جيت بصيت على الباراليل من هنا كده كده هلاقي ان ده باراليل، صح؟ يعني هلاقي حرف اليو، يعني هلاقي ان الحته دي بلس الحته دي ب 180. لو دي 50 تبقى دي بكام؟ 130. فانت لقيت ان دي طلعت معاك ب 50 ودي طلعت معاك ب 130 والاثنين اللي قصاد بعض قد بعض، يبقى ده ماله؟ باراليلوجرام. اخر حاجه عشان واضح ان انتوا فصلتوا. اخر حاجه، السؤال ده حلو في تفكير. عايزين نجيب الانجل دي بكام؟ انا لا قايل لك بقى ده باراليلوجرام ولا قايل لك بتاع ده، بالعكس ده ترابيزيوم. ليه؟ دي سي باراليل اي بي والاي دي مش باراليل السي بي. ها يا جماعه نعرف نعمل حاجه؟ هنستخدم الانجلز صح؟ 100%. انا اصلا عايز انجل، انا عايز اعرف الانجل دي بكام. فعندنا اللي هو الدي بي اللي هو equal دي ام equal. واحده واحده قبل اي حاجه. انت عندك بارل ولا ما عندكيش؟ عندنا بقى يبقى ادام عندي بارل لازم اطلع منه انجل، صح كده؟ دوري على اي حرف انت تعرفي تلاقيه. ايه؟ السي او ماشي. يبقى الحته دي كلها بلس الحته دي كلها 480. بس انا معيش الحته دي اصلا كلها، يعني المعلومه دي مش هتفيدني. عارفه ايه اللي هيفيدني؟ زد. زد اهو.
زد يعني دي ايكوال دي 32 تبقى دي كمان 32. صح ولا غلط؟ صح. كمان نفس الزد بس بالعكس. يعني دي 30 فدي برضه هتبقى 30. دي 30 فدي كمان هتبقى 30. طيب انت لقيت حاجة جميلة. ايه الحاجة الجميلة؟ مش ده تراينجل؟ أيوة. يعني انا اقدر اقول 180 ماينس 32 بلس 30 واجيب الانجل اللي اتبقت هنا، صح ولا لا؟ صح. طب يلا بينا. تطلع ب 116 118 قصدي. ماشي. طبعا انت عارف ان دي اكيد برضه هي كمان ب 180 عشان فيرتيكال اوبزيت انجل. طيب مش دي كلها ستريت انجل؟ يبقى كلها 180. ماينس ال 118 62 ودي برضه 62. ودي برضه 62. طيب مش ده تراينجل؟ يبقى انا عايز الانجل اللي اتبقت دي، هقوم قايل 180 ماينس 62 بلس 74. صح كده؟ صح. 180 ماينس ال 62 وال 74 تطلع معايا ب 44. يبقى الانجل اللي اتبقت اللي انت محتاجها ب 44. وشكرا كده خلصنا كل حاجة المفروض نقولها النهارده. حد عنده اي مشكلة في اللي احنا قلناه؟ لا. في اي حاجة؟ أظن برضه يعني لو أنا لقيت برضه عندي مشكلة ممكن مع الحل الفرق برضه هيبقى أسهل. 100%. بس انت لو حاسة دلوقتي انك في حاجة مش فاهماها قوي قولي عليها. يعني كويس. كده كده مع الهوم ورك الموضوع هيبقى احسن. واي سؤال هتعطلوا فيه ابعتولي على طول على الواتساب بنحله مع بعض ان شاء الله. كله تمام. واللي فات القديم تمام، الجبرا جيومتري كله زي الفل. اشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع الجاي. سلام.